بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما مرحب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون عيد. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل مع بعض الرز المعمر القمر ده، هنعمله في الخلاط. إزاي في الخلاط هنشوف مع بعض إن شاء الله. تابع معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل حضرتك مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. حضرتك هتشوفي قد ايه الرز بتاعنا مفرفر وجميل جدا، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. رزايه من رزايه زي ما حضرتك شايفه كده، رز معمر مفلفل خالص، حبايه من حبايه، مش معجن ابدا، طعمه تحفه. ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفوم يا ست الكل اللي انا هنعمله ان شاء الله في الخلاط باذن الله تبارك وتعالى. هنشوف ازاي هنعمل الفوم ده وش اللبن اللي هيتحمر باذن الله تبارك وتعالى. بغسل الكميه بتاعتي من الرز يا ست الكل، هقول لحضرتك كميه الرز في الفيديو قدام شويه، تنيكي معايا يا ست الحبايب. بغسل الرز بتاعي وبنقعه مده ساعه كامله، ولو حضرتك مستعجله انقعيه حوالي نص ساعه. وده معايا 2 كيلو من اللبن البقري، بغليه وبسيبه، وشوفوا القشطه بتاعته بسم الله تبارك الرحمن زي الفل. ممكن حضرتك لو عايزه تستعملي اللبن الجاموسي مفيش اي مشكله خالص، هتجيبي ال 2 كيلو برده وتغليهم. هنا يا ست الكل الرز اهو اللي انا قلت لحضرتك عليه المقدار بتاعه. ادي اول كوبايه، وادي تاني كوبايه، وادي تالت كوبايه من الرز المصري عادي جدا، وادي رابع كوبايه، وادي 5 كوبايات. يبقى معانا 5 كوبايات من الرز ونقعناهم زي وغسلناهم ونقعناهم زي ما قلت لحضرتك قبل كده. معايا ست الكل 3/4 كوبايه من الزبده او السمنه، وممكن حضرتك تحطي خليط من السمنه ومن الزبده مع بعض، طبعا تكون سايحه زي ما حضرتك شايفه كده. ببدا اعمل ايه يا ست الكل؟ بجيب الفرشه بتاعتي وبدهن الصينيه اللي انا هشتغل فيها، اللي هحط فيها الرز وهدخله في قلب الفرن. اولا يا ست الكل بدهن الصينيه علشان خاطر ما تلزقش مني، الرز بتاعي ما يلزقش في الفرن. بصفي الرز بتاعي كويس من الميه اللي جواه بعد ما اتنقع حوالي ساعه، او لو مستعجله ساعه الا ربع او نص ساعه. ببدا انزل بالرز يا ست الكل في الصينيه بتاعتي اللي انا دهنتها بالزبده السايحه او السمنه. وهنبدا نعمل ايه يا ست الحبايب؟ بحط زي ما حضرتك شايفه كده، بسقسق للرز بالمعلقه. بحط السمنه. ليه بحط السمنه وبقلبها بالشكل ده؟ علشان اغلف الرزايه، يعني كل الرز ده هيتغلف بالسمنه. ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش معايا معجن، ويبقى وما يبقاش مفرول كمان. والسمنه بتحافظ على الرزايه من كل الجوانب، لان احنا هنغلف الرز بالسمنه زي ما حضرتك شايفه كده، ويطلع معايا مفرفر زي ما انا وريته لحضرتك في اول الفيديو. يبقى الخطوه دي مهمه جدا، ان انا لازم اغلف الرز بتاعي المغسول بالزبده او بالسمنه السايحه بتاعتي علشان خاطر ما يفرولش ولا يعجن مني. ده وش اللبن يا ست الكل، انا شلته علشان احطه ان شاء الله اثناء التسويه في الفرن. طيب نيجي بقى للخطوه المهمه اللي عليها الفيديو. ده اللبن بتاعي اهوت، انا قسمته في شفشق كده علشان اعرف ان انا افضيه. هبدا ان انا اخد كوبايه من اللبن وهفضيها فين؟ في قلب الخلاط بتاعي. هتقولي هنعمل ايه يا ماما مرحب باللبن ده؟ هتشوفي يا ست الكل احنا هنعمل ايه في الخلاط باللبن. ادي كوبايه وادي الكوبايه التانيه من اللبن، ونزلت بيه بقيه الزبده السايحه اللي عندي زي ما حضرتك شايفه اهو. انا طبعا ما حطيتش الزبده السايحه كلها على الرز. طيب ده بقيه اللبن اللي عندي، ده اللي هفضيه في قلب الصينيه اللي انا غلفتها بالسمنه ومسحتها بالسمنه بالفرشه. هحط معلقه كبيره مليانه من الملح، ونص معلقه كبيره مليانه من السكر، وهبدا ان انا ادوبهم كده. وبنزل بقى باللبن اللي فضل اللي انا ما حطيتوش في الخلاط، نزلت على الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن زي ما حضرتك شايفه كده.
طيب ببدا يا ست الكل ان انا ضربت الخلاط طبعا زي ما حضرتك شفتي، ضربت الخلاط باللبن اللي في قلبه وبالزبده او السمنه السايحه، وعمل لي الفوم الجميل اللي حضرتك شايفاه ده. طب الفوم ده فايدته ايه يا ماما رحاب؟ ده اللي هيخلي لي الوش بتاع الرز المعمر يكون جميل جدا ومتحمر وحلو زي ما حضرتك شفتيه في اول الفيديو. نزلت اهو بقى باللبن اللي مضروب في الخلاط، والوش الفوم بتاعه محطوط فوقيه، فوق الصينيه. بعمل ايه يا ست الكل؟ بولع الشوايه يا ست الحبايب زي ما حضرتك شايفه كده، وبدخل فيها الصينيه بتاعه الرز. يبقى انا ما بولعش من تحت الاول، ما بولعش الفرن من تحت، لا بولع الشوايه الاول علشان خاطر الفوم اللي انا عملته وضربته في الخلاط، الفوم اللي هو بتاع اللبن اللي ضربته في الخلاط يتحمر الاول زي ما حضرتك شايفه كده. هيديني وش تحفه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، مش هياخد منك الرز اي وقت. شايفه الوش بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جربي اللبن في الخلاط بتاع الرز المعمر بسم الله ما شاء الله، هتدعي لي. حطي اللايك يا ست الكل لو عجبك الفيديو لحد هنا. طبعا بعد ما الوش بيتحمر بطفي الشوايه وبشغل الفرن من تحت. انت حضرتك حسب الفرن بتاعك هيسوي الرز في قد ايه. شوفي يا ست الكل بسم الله ما شاء الله الرز اللي على السكينه لما انا قطعته في اول الفيديو، الرز مفرفر حبايه من حبايه بسم الله ما شاء الله. حطي اللايك يا ست الحبايب لو عجبك الفيديو، واعملي شير لاصحابك علشان يستفيدوا. شوفي يا حبيبه قلبي الرز مفرفر ازاي بسم الله ما شاء الله، مش معجن ابدا. حبايب قلبي اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو آية واحدة في اليوم، وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى. حط اللايك يا ست الكل لو عجبك الفيديو. شوف الرز مفرفر ازاي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وبألف هنا وشفا. اشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى، وشكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم.